اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ربنا سبحانه وتعالى بياخد لكل شخص حقه وما بيسيبش في رد مظالم العباد. هل شعرت يوما أن الله سبحانه وتعالى سيترك حقك؟ هل يأست يوما من رحمة الله؟ هل فكرت يوما كيف سيأخذ الله سبحانه وتعالى لي حقي؟ هل فكرت يوما هو ربنا ازاي بياخد مظالم العباد اللي هي أصلا ضعيفة عن أخذ حقها؟ هل فكرت يوم مش هيقدر حد ياخد منه حقه وهو اللي منتصر وهو اللي فرحان؟ النهاردة بإذن الله سبحانه وتعالى دي رسالة ربنا ليك علشان ما تشيلش هم الظلم والمظالم، وتعرف كيف ان ربنا سبحانه وتعالى بياخد حق العباد ليه. في قصة صغيرة عندما سأل سيدنا موسى عليه السلام كيف يأخذ الضعيف حقه يا رب. خرج موسى عليه السلام يوما لمناجاة الله سبحانه وتعالى، ثم سأل رب قائلا: يا رب، كيف يأخذ الضعيف حقه من القوي؟ قال له الله سبحانه وتعالى: اذهب بعد العصر إلى مكان كذا في يوم كذا لترى وتعلم كيف يأخذ الضعيف حقه من القوي. ذهب موسى إلى المكان فرأى شلالا من الماء يخرج من الجبل. جلس موسى ينظر متفحصا متأملا، فإذ بفارس يأتي راكبا ناقة له يريد الماء. نزل الرجل وخلع حزامه الذي كان يعيق حركته أثناء وروده الماء ووضعه على جانب قريب منه. شرب الفارس واغتسل ثم انصرف ناسيا حزامه الذي وضعه في مكانه. جاء غلام صغير راكب حمار إلى شلال الماء واغتسل وشرب أيضا، ثم حمد الله تعالى، وعندما أراد الانصراف وقعت عينيه على حزام الفارس الذي كان قد نسيه بجوار شلال الماء. فتح الغلام الحذاء فإذا هو ممتلئ بالذهب والأموال والمجوهرات النفيسة، فأخذه وانصرف. وبعد ذهابه بقليل أقبل على الماء أيضا شيخ عجوز ليشرب ويغتسل، وبينما هو كذلك جاء إليه الفارس الذي نسى حزامه عند شلال الماء مسرعا يبحث عن حزامه فلم يجده. سأل الفارس الشيخ العجوز: أين الحزام الذي تركته هنا؟ أجاب الشيخ: لا أعلم، ولم أرى هنا حزاما. فأشار الفارس سيفه وقطع رأس الشيخ العجوز. كان سيدنا موسى ينظر ويتأمل ويفكر. قال: يا رب، قال: يا الله، إن هذا الفارس ظلم عبدك الشيخ العجوز. قال له ربه: يا موسى، الشيخ العجوز كان قد قتل أبو الفارس منذ زمن، أما الغلام فكان أبوه قد عمل عند والد الفارس 20 عام ولم يعطه حقه، فالفارق بحق أبيه من الشيخ العجوز، والغلام أخذ بحق أبيه من الفارس. وسبحان من سمي نفسه الحق ولا تضيع عنده المظالم، بعد ما ربنا قال لسيدنا موسى أن الضعيف يأخذ حقه في النهاية. الكل بيحس إن في عدل إلهي عظيم في كل حاجة مهما كانت الظروف. القصة دي مش بس بتعلمنا أن الضعيف مش بيموت له حق، القصة دي بتعلمنا إن في حاجة ظاهرة في البداية بتقول إن الحق هيظهر. يعني ممكن الضعيف في البداية يبان عليه إنه مش قادر ياخد حقه، لكن الله سبحانه وتعالى يكتب له الحق في وقت ما حتى لو كان الظالم هو الأقوى. والحكمة هنا إن ربنا سبحانه وتعالى ما بينساش حقوق الناس سواء كانوا ضعفاء أو أقوياء، زي ما قال ربنا في القرآن الكريم: إن الله لا يحب الظالمين. من هنا بتطلع العدالة الإلهية، بتظهر في الوقت الصح ولو بعد حين. وبكده قصة موسى عليه السلام بتوضح لنا حاجة مهمة جدا، إنه مهما كان في الدنيا ظلم، في النهاية ربنا هو العدل الحق الذي لا يضيع عنده. وده بيخلينا نعرف إن العدل الإلهي مش زي عدل البشر،
لأن العدالة في الدنيا أوقات بتكون ظاهرة وأوقات تانية بتاخد وقت طويل علشان تتجلى. المهم إن الإنسان دايما يثق في الله ويبقى عنده يقين إن الحق هيظهر له، سواء كان الضعيف قادر ياخد حقه في الوقت الحالي أو لأ. لا، الأمثال دي بتهز القلب وبتخلي الإنسان يحس بالأمان في الدنيا، إنه مهما كانت الظروف صعبة في النهاية الحق بيظهر. في الحياة بنواجه مواقف كتير بتحسسنا إن الحق مش بيظهر، وده بيخلينا أحيانا نتساءل هل فعلا في عدل في الدنيا؟ لكن القصص اللي زي قصة موسى عليه السلام بتعلمنا الحق في النهاية هيظهر مهما كانت الظروف، وكمان بتأكد لينا إن الله سبحانه وتعالى مش بينسى أي مظلمة حتى لو اتأخرت العدالة شوية. هيجي الوقت اللي هيظهر فيه الحق، زي ما حصل مع الفارس والغلام والشيخ العجوز. دي حكمة عظيمة بتعلمنا إنه مش لازم تقع في فخ اليأس أو الظن إن الظالم هيفلت من عقاب، لأن الله عادل قادر على إنصاف المظلومين في الوقت المناسب، حتى لو كان دائما في تأخير أو تأجيل. فالله سبحانه وتعالى حكمته في كل شيء. وبالمثل في حياتنا اليومية لازم نفهم إن العدالة مش دايما بتكون في إيدينا، مش دايما إحنا اللي نقدر ناخد حقنا في الوقت اللي بنتمناه، لكن النهاية ربنا هو اللي بيمسك زمام الأمور، وهو اللي بيحقق الحق بطريقته وأسلوب ما نعرفوش. القصة دي بتعلمنا كمان إن الظالم ممكن يبان قوي ومسيطر في لحظة معينة، لكنه مش هيفلت من حساب الله مهما كان الظالم متغطرس أو قوي. وفي بعض الأحيان يعتقد إنه مفيش حد يقدر يوقفه، لكن في النهاية حساب الله هو اللي بينصف الضعيف. الأهم من كده إن الناس مش لازم ييأسوا أو يشعروا إنهم مخدوش حقهم، لأن الله سبحانه وتعالى يرد الحقوق حتى لو بعد فترة طويلة. ولا لازم يذكر كلنا إن الله عادل، إن الله عادل، وإنه لازم يكون عندنا يقين في الله، لأن الوقت المناسب هتظهر العدالة والظالم هيواجه حسابه. ما تنسوش تعملوا إعجاب اشتراك للمقطع حتى تأخدوا معانا الأجر كامل بإذن الله.